هي شقة بص لي كده شكلهم كلهم خرا. هو ده وقته. بس كده. يا ليلى، يا كريم، يا عصفور، شكلها مفيش حد هنا ولا ايه؟ يا خبر، هو بابا بينده عليا ليه؟ ايوه يا بابا جاي اهو. خير يا بابا؟ خير يا بنتي، بقالي ساعة بنده عليكم مفيش حد هنا ولا ايه؟ معلش يا بابا، كنت بعمل الاكل، لا اخواتي كلهم مش هنا. امال راحوا فين؟ كريم لسه رن عليا وقال اللي هو هيجي شويه كده، فانا كنت بحضر الغدا فعشان كده ما كنتش سامعاه. وعصفور؟ ما هو برضو زمانه جاي معاه. ماشي خلاص، انا هقوم اتوكل على الله كده، هوصل مشوار كده عند واحد صاحبي وهتغدى عنده. ماشي يا بابا. تقلقوش عليا يعني، طب انتوا ما تستنى اتغدى معانا بالمره. الراجل عازمني ما ينفعش بقى. ماشي يا بابا. ماشي، مش هتأخر يعني، هما ما يجوا خليهم يتغدوا. ماشي. يا ليلى، ايه ده؟ في ايه؟ انت اللي موقفك فوق كده؟ بصي يا ليلى، انا كنت براقب ابوك ولقيته بيحط الجهاز ده في المروحه، مش عارفه ده الجهاز ده بتاع ايه. طب وانت مالك انت ليه تتحشي في حاجه زي كده يعني؟ ما يحط اللي يحطه. انا ما كانش قصدي حاجه يا ليلى، انا كنت واقفه بالصدفه بنفض البتاع من جوه لقيته بيعلق بسرعه، رحت قلت اشوف هو بيعلق ايه. ماشي مالناش دعوه، دي اخر مره تعملي حاجه زي كده، لان ما ينفعش يكون حد بيعمل حاجه وانت تتصنتي عليه. ماشي يا ليلى. بقول لك يا كيمو، احنا عايزين ننجز في الحوار بتاع ابوك دوت بالله عليك. ايوه يعني هنعمل ايه يعني؟ نعمل ايه يا كريم؟ احنا الراجل دوت رجله والقبر دلوقتي يا عم كريم، عايزين نشوف يعني ايه اللي راح وايه اللي جاي. يا عم بعد الشر يا عم، انت هتفول عليه ليه يا عم؟ يا عم هو الموت حسه شر. في الدنيا عصفور فيها عصفور. هو الموت شر يا كريم، ما كله هيموت يا كريم، بس نبقى عارفين راسنا من رجلينا. ولا راسنا من رجلنا، انت الفلوس هتجننك ليه كده يا عصفور؟ يا عم ابوك سايب هيسيب فلوس كتير وما نعرفش البنات دي يبقى ظروفها ايه، يمكن واحده منهم تتجوز واحد ياخد الفلوس دي كلها وما نستنفعش احنا باي حاجه يا عم كريم. طب انت عايز تعمل ايه يا عصفور يعني؟ انا هظبطها انا والبنات دي، احنا نبقى راضيين باي حاجه كده، ما نسيبش الموضوع عايم يا عم كريم برضه. يا عم خلاص ماشي، انا معاك بس ما تاذيش حد. لا ان شاء الله ما فيش اذيه برضه يا عم كريم. خلاص ان شاء ماشي. الله. وياكي تعرفي اي حاجه لاخواتك، سامعه ولا مش سامعه؟ حاضر. ويلا قوم افتحي. هو ما فيش حد جوه هنا ولا ايه؟ طيب في ايه؟ ايه اللي طيب بقالنا ساعه على الباب بنخبط فيه ايه؟ يعني انا يا عصفور يعني قاعدلك وربان من على ما جيت من جوه. انت كمان بترد عليا وقع كده من قدامي في ايه؟ عصفور بقى، خش عصفور ما تعملش حكايه. ايه ده، هم جم؟ ما تقومي تحضري لنا الاكل، احنا مش جينا، هو في ايه؟ ماشي، هو على طول كده يعني؟ ايوه على طول كده. عصفور عارف. بالراحه لهم يا عصفور، في ايه يا عم؟ بقول لك يا عم كريم، لا بالراحه لا مش بالراحه، انا عارف انا بعمل ايه، فسيبنا تكتيك للي انا بعمله دوت. حسن معاملتك مع اخواتك فيها يا عصفور عشان محدش يكرهك فيهم يا عم. بقول لك يا عم كريم، لا حسن ولا ما حسنش، حسن انت كلامك معايا عشان ما احطكش في القايمه معاهم، انت حر بقى. خلاص يا عم براحتك. انا هاجي انا احسن معاملتي معاه وانت على قد ما تقدر برضه ايه تسند لي تظبط لي الدنيا. لا يا عم والله خايف من الموضوع ده، عصفور خرجني منه بقى. يا عم انت هتعمل ايه؟ بس ما تدخلنيش في الموضوع. هو انت بتسيبني لوحدي يعني يا عم كريم؟ يا عم انا معاك بس ما تحطنيش في الصوره يا عصفور. معقولة يا سامع ده؟ عشان كده انا عايز اكتب للبنات حقها قبل ما اموت، عارف اللي انتوا هتعملوا فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. خلي يا بنت انت، هو ايه ده؟ في ايه يا عصفور؟ ما تتكلم معايا عادل. ايه ده؟ ايه؟ ما الكشري بتاعك اهو. الكشري بتاعي ايه؟ وده ياكل فراخ وانا اكل كشري؟ ايوه، طب ما انت خدت المناب بتاعك امبارح، هعمل ايه يعني؟ انت عايز تاكل فراخ كل يوم؟ طب ما هو واخد هو امبارح برضه، انا جاي من الشغل تعبان لا برضه. كريم ما خدش امبارح. هو ما خدش امبارح وانا اللي خدت يعني؟ ما انت اللي خدته، انت نسيت ولا ايه؟ طب خلاص روحي بلا نسيت بقى، ما نسيتش، روحي توكلي على الله افتح الباب. ايه يا ليلى، في ايه؟ ساعة قبل ما تفتحي. معلش يابا، كنت بودي لاخواتي الاكل. طيب طب خد اقول لك، انا عايزاك في حاجه. مش وقته دلوقتي. ماشي يا بابا. ايه يابا؟ اهلا عصفور. تعالى اتفضل. ازيك يا كريم؟ هو شكلك جاي هفتان، خد كل. لا هفتني لسه متغدى مع واحد صاحبي. امسك بس يابا امسك. بعدين غريبة يعني، انت متبت قوي يعني، غريبة يعني. حته فرخه مشويه طيب. لا ربنا يبارك لك، الف هنا حبيبي، كل الف هنا. غريبة يعني، معاملتك متغيرة يعني، انت عايز حاجة ولا ايه؟ لا شايفك جاي هفتان كده يابا، انت انا ليا بركه الا انت؟ لا ولا هفتان ولا حاجة، لا في حاجة ورا منك مش عارف ايه هي. حاجه ايه يعني يابا؟ ايه مالك في ايه؟ ايه يابا مالك في مسكها ايه؟ كده. مش حط عارف، في جنبك. نغزة كده في قلبي. نغزه؟ طب ايه طيب مالك في ايه؟ هات شويه ميه يا بسرعه، هات لابوك يا مش شوط ميه ايه يا عم كريم؟ ده فرصتنا دي يا عم كريم، بلا شوط ميه. يا فرصتك يا انت ما عندكش قلب يا يا عم اقعد بلا قلب، اقعد بقول لك ايه؟ يا ده اقعد بقطع النفس يا ده. اقعد يا عم كريم مالكش فيه. يا جاحد يا ده ابوك مغمى عليه يا. اللي انت بتعمله ده يا عصفور. هات له بقى سكر بقى، هات له اللي انت عايز تجيبه له، فوقه براحتك بقى يا عم كريم. خلصت عصفور بصمة ولا في حاجة تانية ابصم لك عليها؟ يابا يابا اقعد يا عصفور اقعد. دي اخرتها.
يا اخي انت عمال تبص لي مستغرب ليه؟ انا اصلا مغماش عليا ولا اي خد يا عم حاجه. كريم، هي فكرتك يا عم كريم. فكره مين؟ أنا لسه مالي. بتكذب؟ لسه بتكذب؟ انت ايه يا اخي؟ انا مالي انا بالقصه اهو، شوف بقى اللي انت قلت عليه اهو اتقلب عليك انت بقى. اتقلب عليا خليه أنا بقى إزاي؟ يعرف كل حاجه بقى. انا ياما قلت لك بلاش، قلت لك اتقي الله في ابوك. بس اسكت يا دخر السيد، مش عايز اسمع صوت حد فيكم. كل حاجه انا شايفها في الكاميرا دي. كاميرا وكاميرا ايه يابا؟ ايه اللي انت بتقوله دوت يابا؟ اللي انا بقوله الكاميرا اللي ماليش بركة إلا كشفت أنت. لي حقيقتك اهي. اتفرج، مش انت ده وانت بتتكلم إيه ده؟ وعمال تقول له مش عارف ايه نسيس ابوك ومش نسيس ابوك؟ إيه ده؟ اخواتك إيه ده؟ البنات دول يروحوا فين الكلام اما انت بتبصمنا على كل حاجه وعايز تطلعهم بره الورث كده؟ ده إيه الكلام انا ده؟ أنت لسه عملت كده عايش إزاي يا اخي، يعني؟ خلي عندك دم. هو ده كل اللي شغلك؟ عملت كده ازاي؟ عشان اكشف حقيقتك يا اخي. كل ما اقول انا هاكل حاسس اخواتي برضو يابا، يعني انت تصدق عليا كده؟ انت تاكل اي حد؟ انت اكلتني انا ده وانا ميت، في عز ما انا عامل فيها ميت راح تبصمني. ده انت عايز مني ايه؟ لصالح اخواتي ده انت مش دوت. بني ادم. حسبنا الله ونعم الوكيل لما فيك يبقى يا في اخي. حد يعرف يظبط الكلام خلاص يا دوت عصفور، ما بعديك. تقعش في الغلط يا أنت عصفور، ما هو شاف كل حاجه. تقاوحش ما تقاوحش كل حاجة ما عصفور. تقاوحش هتبرر خلاص. إيه؟ انت بالنسبه يعني لي انا الوحش خلاص. دلوقتي يا عم كريم؟ ايوه انا دايما اقول لك اللي انت بتعمله ده غلط. انت كنت موافقني يا عم كريم. وفيتك موافقك. ايه؟ قلت لك انا ماليش دعوه بالموضوع، ما تحطنيش في الصوره. بص يا ابني، هات الورق ده كده وتوكل على الله. انا مش هشوف وشك تاني بعد اذنك، ولما اموت ابقوا خدوا اللي انتوا عايزينه. طب عدها لي يابا، مش هيحصل كده تاني. سمعت انا بقول ايه؟ قوم غور في داهيه عشان مش عايز اشوفك قدامي. خلاص يا عصفور قوم دلوقتي يا عصفور، لحد ما ابوك يهدى يا عصفور، قوم دلوقتي. قوم، ده انت ما عندكش ريحه الدم، ولما اموت يبقى تعالى خد ورثك من اخواتك. خلاص يابا اهدى بس كده، والله العظيم انا قلت له اللي انت بتعمله ده غلط، حتى كان بيعامل اخواتك وحش. قلت له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط انا وعاملهم شفت كويس. حاجه من غير ما تحكي لي، شفت كل حاجه وعرفت كل حاجه، مش عايز حكاوي. خلاص بس كان واجب عليك بيعمل حاجه زي كده كنت جيت قلت لي يابا في 1 2 3. انا حاسس ان في حوارات دايره بقالها كام يوم، الواد معاملته اتغيرت بقى، كل حاجه قلبه عليا. لا مش عصفور دوت، غلطت عصفور في طول الموضوع. عمره جاحد. انا غلطت اللي انا ما جيتش قلت لك. بص يا ابني، امانه يا ابني، عشان الواحد بيمشي على طريق مش ضامن عمره. لو حصل لي اي حاجه كريم دي وصيه بوصيها لك، خلي بالك من اخواتك البنات، ده يتخاف منه، ده يتخاف منه. عادي كان عايز يلبسني الموضوع كله اهو. ما علينا، خلاص اللي ربنا حصل يديك حصل. طول وخلي عمرك. بالك من نفسك وخلي بالك من اخواتك البنات، ولو مت يا ابني جهزهم عليك. بعد الشر عليه. ربنا يسترها يا ابني. قول لاختك تجيب لي الغدا يا ابني. حاضر. انا عملت ايه بس يا رب في حياتي عشان يحصل لي كل ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل عيل جاحد على ابوه وامه. حسبنا الله ونعم الوكيل.